السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم جميعا. هنكمل سلسلة فيديوهات روماتويد زي ما اتكلمنا قبل كده عن أهم الأعراض وإيه هو روماتويد، وبعد كده اتكلمنا عن طرق التشخيص. هنتكلم عن طرق العلاج، وهنقسم العلاج عشان العلاجات المتاحة للروماتويد بقت كتير دلوقتي. وطبعا تاني هقوله بأكد في كل فيديو احنا بنتكلم فيه عن علاج، ان الرأي الأول والأخير يرجع للطبيب المعالج لحضرتك. ما تاخدش كلام من ورانا وتنفذه لو سمحت. لازم طبيبك المعالج ليك هو اللي ياخد قرار العلاج ليك، وهو اللي يوصف لك العلاج صح، لأن العلاج بيختلف حسب حالة العيان وحسب ظروف كتيرة قوي واحنا بنقيمه. وبنقسم العلاجات للتسهيل لعلاجات دوائية تقليدية وعلاجات بيولوجية. هنقول البيولوجية لوحدها. التقليدية اللي هي ايه؟ اللي هي ابتدينا بيها العلاج في الأول، اللي المنظمات بتاعتنا والعلم بيقول نبتدي بيها الأول حسب حالة العيان وحسب ما يحيط بيها. يعني ايه ما يحيط بيها؟ يعني في عوامل بتحدد الروماتويد ده من النوع مثلا السيفير أو الشديد أو المتوسط أو الأقل، أو الأقل حدة. زي مثلا معدل كم مفصل ملتهب، وكم مفصل متأثرين، ومعدل التأثر قد ايه، معاه امراض اخرى ولا لا، زي السكر وزي الغدة الدرقية وزي الفايبروميالجيا مثلا على سبيل المثال. التحاليل بتاعته فيها انيميا ولا ما فيهاش، الروماتويد فاكتور نسبته قد ايه، سرعة الترسيب والسي ار بي. دي من اهم العوامل. اشهر العلاجات التقليدية الميزوتريكسات طبعا يبقى دايما على رأس العلاج، وغيره زي الهيدروكسيكلوروكين والفلونامايد وغيرها. ودي المفروض تتاخد الاول عشان نشوف إذا كان فيها استجابة ولا لأ. وطبعا بيصاحبها متابعة دورية كل 3 شهور أو كل 6 شهور حسب حالة العيان، سواء بالتحاليل أو سواء بالفحوصات السريرية زي ما كل عيان حالته بتقول، وزي ما الدكتور الطبيب المعالج يشوف. شكرا لحضراتكم، ونلتقي في البيولوجية.